مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. تنظيم منتدى أكاديمي في مقولة حول تحسين مشاركة الطلاب ورفع جودة التعليم. الجمعية الوطنية للصم تنظم دورة تتعلق بلغة الإشارة في أسمرة. مكتب التعليم في مديرية دبار ويعمل على إعادة انضمام المقاطعين للدراسة إلى المدارس. روسيا والصين تبدأان تدريبات مشتركة في بحر اليابان. معطل عشرات الأشخاص إثر انفجار منجم للفحم في إيران. وبايدن يستضيف قمة وداعية لقادة الرباعية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم مكتب التعليم في مديرية موغولو منتدى يوم 19 من سبتمبر تركز حول تحسين مشاركة الطلاب ورفع جودة التعليم، شارك فيه مدراء الضواحي والأعيان وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ صالح داود بأن 21 مدرسة و5 نقاط برنامج عريوت تقدم الخدمات التعليمية للمواطنين، ورغم ذلك يوجد نحو 4200 طفل في عمر التعليم لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة، فيما أكمل المرحلة الثانوية عدد قليل من هؤلاء الأطفال. ويهدف المنتدى بحث هذه التحديات وإيجاد الحلول لها. ودعا مدير مديرية موغولو المقدم مانويل إياسو إلى القيام بدراسة تبدأ من الأسرة لتحسين انخفاض المشاركة في التعليم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم الفرص التعليمية الموجودة، داعيا لتعزيز دور المجتمع لرفع المشاركة وتحسين الكفاءة تماشيا مع الاستثمار الجاري في التعليم. وذكر رئيس مجلس إقليم القاشبركة السيد عثمان محمد علي والمدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا ذكرا لتنفيذ كافة التعليمات واللوائح الداخلية الصادرة لتحقيق النتائج المرجوة، وقيام إدارات الضواحي بدور رائد لدخول الأطفال في عمر التعليم إلى الدراسة والحد من مقاطعة التعليم. وأشارت مخرجات المنتدى إلى أسباب ومصاعب انخفاض المشاركة والكفاءة وتقديم مقترحات الحل. قام المزارعون في إدارة ضاحية تيلوك في مديرية الشعب بحراثة مزارع 17 أسرة شهيد محتاجة بالنفيرة. وأوضح مدير الضاحية السيد محمد إدريس حمدان زراعة 32 هكتار من الأراضي ضمن البرنامج في قرى تيلوك وبسيس وشليق وأوحيتاي. وأكد المزارعون بأن مساعدة أسر الشهداء ظلت تجري باستمرار، وأنهم يشعرون بالرضا لكونهم جزءا من هذا العمل النبيل. وعربت أسر الشهداء عن شكرها على المساعدة التي وجدتها. خرجت الجمعية الوطنية للصم فرع الإقليم الأوسط اليوم 22 من سبتمبر 20 امرأة يعملن في مؤسسات مختلفة من دورة تدريبية لمدة 3 أشهر في لغة الإشارة. وقد أفادت معلمة لغة الإشارة الأستاذة مرهاوي الترقي أن هدف الدورة هو إيجاد حل ووسيلة للتفاهم التي يواجهها الصم في الدوائر والمؤسسات الخدمية بمشاركة 7 شرطيات و11 موظفة لدى المحاكم، بالإضافة إلى موظفتين لدى صندوق الأمانة التمويني. وأكدت ممثلة الخريجات استفادتهن من الدورة وسعيهن على تخفيف صعوبة التفاهم في مؤسساتهن مع الصم. وأوصى رئيس الجمعية السيد ولد ميكائيل السئلي الجهات المعنية على معاونة الجمعية في تنظيم وتقديم دورات مماثلة لموظفي الدوائر الأساسية لخدمة الصم. وتم في المناسبة مناقشة خطة عمل لجنة ترجمات لغة الإشارة على مستوى الإقليم. تأسست الجمعية الوطنية للصم عام 1998 وبلغ عدد أعضائها فوق 40,000 عضو في شتى أنحاء البلاد. نظمت في 21 من سبتمبر مراسم إضاءة شعلة التعليم الهادفة إلى إعادة إدراج المتخلفين عن العملية التعليمية بأسباب مختلفة إلى المدارس ومواصلة تعليمهم.
هدف البرنامج على إعادة المحرومين من التعليم بسبب المصاعب الاجتماعية والاقتصادية والأمهات اللواتي أجبرن على الزواج وهن قاصرات، بالإضافة إلى بعد المسافة بين أماكن سكناهن والمدارس. وأوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ زموي منقستاب بأن أكثر من 950 طالبا تخلف عن التعليم بسبب إهمال الآباء في متابعة أبنائهم، كما تتم دراسة الأسباب مفصلة لإيجاد حلول وتشجيع الإناث بتعاون الجهات المختصة. تبرع أعضاء جمعية المرافق الخدمية السياحية وأعضاء مستشفى أوروتا الوطني المرجعي ب 190 كيس دم لتنمية محتوى بنك الدم الوطني. وقد تبرع أعضاء جمعية المرافق الخدمية السياحية ب 120 كيس دم خلال برنامج التبرع بالدم الذي نظم خلال الفترة من 16 إلى 21 من سبتمبر بمناسبة يوم السياحة العالمي. وقال رئيس الجمعية السيد سلمون قرماي إن هذه هي المرة الثالثة التي يتبرعون فيها بالدم جماعيا هذا العام. كما تبرع أعضاء مستشفى أوروتا الوطني المرجعي ب70 كيسا من الدم يوم 21 من سبتمبر. وقال نقاسي بارخ منسق البرنامج إن هذه الخطوة اتخذت بعد التوصل إلى اتفاق لتنظيم التبرع بطريقة جماعية تشرك كافة الأعضاء، ولديهم برنامج للتبرع مرتين سنويا في المستقبل. من جانبه أشاد مدير مستشفى أوروتا الوطني المرجعية السيد تولدي يوحنس بمبادرة الأعضاء الجمعية للتبرع بالدم. وأعرب المتبرعون بالدم عن ارتياحهم لمبادرتهم لإنقاذ حياة المرضى الذين يراقبونهم عن كثب، ودعوا جميع شرائح المجتمع إلى حذوهم. وتبرع أيضا أعضاء إدارة الجوازات والجنسية ب37 كيسا من الدم في 20 من سبتمبر. كانت هذه حصيلة الأنباء المحلية مشاهدينا في كل مكان. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، نقلت وكالة أنباء روسيا عن أسطول المحيط الهادي الروسي قوله إن روسيا والصين بدأتا تدريبات عسكرية في بحر اليابان. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الأسطول أن مجموعة مشتركة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي والبحرية الصينية انطلقت من فلاديفستوك لإجراء تدريبات 2024 البحرية الروسية الصينية المشتركة. وأضافت الوكالة أن التدريبات ستتضمن استخدام أسلحة مضادة للطائرات والغواصات. وسبق للبلدين أن أجريا هذا الشهر تدريبات على إطلاق الصواريخ المدفعية ضمن ما سمي تدريبات أوشن 2024 البحرية، التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها محاولة للتصدي للوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادي وفق وكالة رويترز للأنباء. أفاد الإعلام الرسمي في إيران بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصا إثر انفجار منجم للفحم شرقي البلاد. في هذا السياق، أوردت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا بأن عدد العمال القتلى ارتفع إلى 51 وعدد الجرحى يرتفع إلى 20 جراء الانفجار الذي وقع في منجم طلس. وأفاد مسؤولون أنه ناتج عن تسرب للغاز. وكانت الحصيلة السابقة من المصدر ذاته أفادت بمقتل 30 شخصا على الأقل. وقال جواد قناعات حاكم محافظة خراسان الجنوبية حيث يقع المنجم التلفزيوني الرسمي إن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج 22 عاملا محاصرا. وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، قدم الرئيس مسعود بزشكيان تعازيه لعائلات الضحايا، كما أمر بإجراء التحقيق في الحادث. وأوضح التلفزيون بأن الحادث ناجم عن انفجار الغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنغو، مضيفا بأن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الكارثة. استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير قادة اليابان واستراليا والهند الأعضاء في تحالف كواد الذي عمل على تنشيطه خلال ولايته.
ويريد الرئيس الأمريكي الذي سيغادر البيت الأبيض في يناير المقبل أن يحتفي بهذه الطريقة بعلاقاته الشخصية العميقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي، حسب الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير. ويهدف الرئيس بايدن خلال هذه القمة الوداعية للكواد إلى وضع خطوات تضمن استمرار الدول الأربعة بمواجهة نفوذ الصين المتزايد في آسيا. في الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت السلطات اليابانية معطل شخص على الأقل وفقدان 11 آخرين بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة نوتو بمحافظة إيشيكاوا. وقال رجال الشرطة ومسؤولو إدارة الإطفاء إن 4 منازل تقع على طول أنهار جرفتها المياه. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأمطار الغزيرة استمرت في الهطول على منطقة نوتو، وهي المنطقة التي دمرها زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر في يوم رأس السنة الجديدة، مع استمرار إصدار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات الطوارئ. وتجري عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين وأعمال الترميم في منطقة نوتو، حيث تسببت الأمطار التي بلغت مستويات قياسية في حدوث فيضانات في الأنهار وانهيارات أرضية وقطع الطرق وعزل العديد من المجتمعات. وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان في منطقة هوكوريكو التي تضم شبه جزيرة نوتو، حثت على توخي الحذر الشديد ضد المزيد من الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة وسط مخاوف من تزايد خطر الانهيارات الأرضية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بذكر بأهم وأبرز العناوين. تنظيم منتدى أكاديمي في مقولة حول تحسين مشاركة الطلاب ورفع جودة التعليم. الجمعية الوطنية للصم تنظم دورة تتعلق بلغة الإشارة في أسمرة. مكتب التعليم في مديرية الدبار ويعمل على إعادة انضمام المقاطعين للدراسة إلى المدارس. روسيا والصين تبدأان تدريبات مشتركة في بحر اليابان. معطل عشرات الأشخاص إثر انفجار منجم للفحم في إيران. وبايدن يستضيف قمة وداعية لقادة الرباعية. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العام، والسلام عليكم ورحمة الله.